صباح الجمال والدلع. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طبق كشري. طبعا كلنا بنحب الكشري وهنعمله النهارده على طريقة المطاعم واحلى كمان. معايا كوباية عدس منقوع من بالليل، وكوبايتين رز مغسولين مش منقوعين، وبصلاية كبيرة او بصلتين متوسطين متقطعة شرايح. هحط معلقتين دقيق على البصل. معلقتين الدقيق دول بيخلوا البصل مقرمش وما يشربش زيت. هفركه كويس، وبعد كده هجيب حلة على النار فيها زيت غزير، ولازم الزيت يبقى غزير. هنزل بالبصل بتاعي وهفركه بايدي كده عشان زوايد الدقيق ما تنزلش معايا في الزيت. وطبعا الزيت بتاع البصل ده احنا هنستخدمه معانا في باقي الكشري. هفضل اقلب في البصل كده لحد ما ياخد اللون ده، وهبدأ اطلعه على مناديل مطبخ عشان المناديل تمتص الزيت الزيادة اللي بيبقى في البصل، والبصل يفضل مقرمش. هاخد الزيت على جنب وهسيب بس شوية زيت على قد الشعرية. هنزل بالشعرية بتاعتي واقلب كويس لحد ما تاخد لون. اول ما توصل للون الذهبي بتاعنا بتاع الشعرية ده، هنزل بالعدس بتاعي. يا جماعة العدس انا نقعته من بالليل عشان يبقى طري معايا ويستوي مع الرز، فدي خطوة مهمة جدا. هقلب كويس، وبعد كده هنزل بالرز وهقلب عشان المكونات تختلط مع بعض وتشرب من الزيت بتاع البصل. وبعد كده هنزل بمقدار مية مغلية. الكشري يا جماعة ما بياخدش مية كتير. بعدين هحط معلقة ملح، نص معلقة فلفل، واقل من ربع معلقة كمون عشان الكشري ما يمررش يا جماعة، عشان الكمون كتره بيمرر الاكل. هغطيه لحد ما يتشرب المية بتاعته، وكده الكشري بتاعنا استوى. هركنه على جنب بقى، وهبدأ اعمل الحاجات اللي بتتحط على الكشري. جبت مية مغلية، حطيت فيها معلقة ملح كبيرة وشوية زيت من بتاع البصل اللي احنا كنا ركنينه على جنب، ونزلت المكرونة بتاعتي. انا استخدمت المكرونة الصغيرة دي، ممكن احنا نعمل ميكس بين اي مكرونة احنا عايزينها. هاخد ربع كوباية من المية المغلية بتاعت المكرونة، وهنركنها على جنب وهقولكوا هنعمل بيها ايه. بعد كده هجيب حلة واحط فيها شوية زيت من زيت البصل، وهنزل بمعلقة توم. اول ما التوم بس يطلع ريحته هنزل بكوباية من عصير الطماطم، ربع كوباية من الخل، ومعلقة صلصة كبيرة، معلقة ملح، ومعلقة سكر، ونص معلقة فلفل. وهقلب المكونات مع بعض وهسيب الصلصة لحد ما تتسبك. بعد كده هجيب زيت من زيت البصل ومعلقة توم. هحط ربع كوباية المية بتاعة سلق المكرونة اللي احنا حطيناها على جنب، وهحط معلقة صغيرة من الكمون، وهقلب عشان نعمل الدقة بتاعتنا. يبقى معانا احلى طبق كشري واحلى طبق دقة. كان معاكم اسراء، ما تنسوش اللايك والشير، واستنى رايكم في الكومنتات.